حبايبي، يسعد أوقاتكم، يسعد أيامكم، يسعد قلبكم. والعيد إجا والعيد فرحة، كل سنة أنتم سالمين ينعاد عليكم. واليوم آخر رمضان والله وبعودة يا رمضان. وعن جد رمضان حلو والعيد فرحة إن شاء الله يا رب بينعاد عليكم كل سنة وأنتم سالمين. وحبيت اختمها ختامة مسك بالحلو بالبتيفور. نواعم العيد هاي البتيفور أنا ما عاملة المعمول كتير على القناة، بس هالمرة عملت لكم بتيفور وعملت لكم كل شي حلويات على القناة. إذا بتحبوا تدخلوا وتشوفوا عاملة اللانكشاير وعاملة المعمول بكذا طريقة. وهي عملت لكم البتيفور، يعني عن جد شي بياخد العقل وطيب كله لذاذة. وهي ضيافة العيد وهي بتيفورات العيد. أنا ما كترت على قد عيلتي، يعني أنا عملت حوالي يعني إلا كيلو إلا يعني بتيفور. هاي مقاديري. عن جد بتيفور بياخد العقل، ناعم هش والله بيشتهيكم، الطعمة والريحة بتاخد العقل. هاي مثل مو شايفين أنا هاي مقاديري. هون عندي 400 جرام زبدة، عندي معلقة فانيلا، عندي 2 صفار بيضة. اللي بده بيحط مثلا صفار بيضة وبيضة كاملة. هو عن جد أنا رجعت عملت تاني يوم مقدار تاني. هاي عندي طحين متعدد الاستعمالات، هاد الطحين اللي بفضلوا بستعمله هون بالأردن كتير ظريف وبنخله طبعا. فأنا مثل ما عم قلكم رجعت عملت كمان يعني تاني يوم رجعت عدت البتيفور وعملته بمقادير تانية. الصراحة حطيت بيضة كاملة، يعني حطيت صفار بيض وحطيت بيضة كاملة. لقيته بيطلع هش أكتر وبيكون عمره أطول البتيفور، يعني لما بنحط له بياض البيض بيطلع هش وبيطول من عمر البتيفور. واللي بيحبه ناعم ناعم يعني بهرهر بهرهر وخلي الأولاد تهرهر، وخلينا ننبسط وخلينا ناكل خلينا نفرفش. والعيد فرحة. الله يسعدكم يا رب حبايب قلبي. ما تنسوني من اللايك. الله يسعدكم يا رب. هي مثل ما شايفين أنا الزبدة بحرارة المطبخ، أو لأنه هلأ ما في شوب كتير يعني، أو من طالعة من الثلاجة، يعني مو من الفريزر، من الثلاجة من تحت. طبعا لازم تكون لينة شوي طرية مشان الخفاء ما يخرب معنا، ومشغل الخفاء ومنريحه. هي أنا كسرتها بالأول للزبدة 400 جرام زبدة، وحطيت معلقة فانيلا بودرة، وحتى نعمت معي الزبدة يعني شو بدي أقولك صارت كريمة، يعني كريمة يعني كأنه كريم شانتيه. وحطيت سكر بودرة، أنا طحنته على إيدي. حطيت سكر بودرة كاسة إلا ربع، أنا ما بحبه حلو لأنه بدنا نزينه نحط له مثلا مربى أو شوكولا فبصير حلو كتير. أنا دائما بحب الحلو بالحلويات معتدل، أو ما بحبه حلو أصلا، يعني بحبه هيك دارك. الحلو طيب يكون، حتى الشوكولاتة بحبها دارك. هلأ أنا يعني نعمتها للكريمة حوالي، يعني الزبدة صارت عفوا مثل الكريمة. خفقتها حوالي 10 دقايق وريح المضرب وارجع اخفق لحتى صارت معي الزبدة كريمية. ومثل ما شايفين نعمت مع السكر، اختفى السكر تماما. وهيك شايفين العجينة بتجنن، بتاخد العقل ما بعجون، بقلب من تحت لفوق. نخلت هون أنا الطحين، طبعا نخلته ووزنته قدامكم. الطحين مثل ما شايفين أنا بكتب لكم المقادير بصندوق الوصف. يعني نحنا اللي بحبه ناعم كتير، يعني إذا 400 جرام زبدة يعني بحط 600 مثلا طحين، أو 650 أو 700. أنا حطيت 700 جرام طحين. بتأكد بكتب لكم المقادير على صندوق الوصف. فلازم يكون كل طحين يعني بيقبل مثلا، يعني كل طحين بيختلف عن التاني، بيقبل دسم أكتر. أو يعني أنت بتشوفي العجينة كيف بإيدك، بتحتاج مثلا معلقتين طحين أو بتحتاج معلقة زبدة. شوفي حبيبتي عجينتك أنت. أنا شوفوا يعني تشكلت معي بكل سهولة. والصراحة حطيت معلقة زيت، بحب تكون لينة مشان تنزل معي من الكيس، لأنه الكيس كتير غلبني، كيس الحلواني ما كان منيح أبدا. وأنا إن شاء الله موصية على كيس حلواني من الشي إن.
إن شاء الله بيوصلني، بس للأسف ما وصل برمضان. يعني كنا اشتغلنا حلويات العيد على الكيس. هلأ أنا قسمت الكمية عندي، حطيت معلقة، شايفين معلقة، يعني أنا بحبه دارك الصراحة، بحبه أغمق من هيك. حطيت حوالي معلقتين كاكاو خام، وقلبتهم مع معلقة زيت على العجينة مشان تكون طرية، لأنه بيختلف هلأ المقادير عنا. حطيت معلقتين كاكاو خام على العجينة، وهيك يعني بإيدي من فوق لتحت على مهلي مشان ما أعجن العجين. وهي هون خبزته، كل واحد فرنه. يعني أنا صرت مرة حميت الفرن ومرة وطيت الحرارة، يعني حسب إنه شفت كيف عم تاخد لون، أو حسب حرارة الجو كمان، فبتكون حماوة الفرن. فهاي طلعوا معي، يعني شوفوا ذهبي بياخد العقل. البيتي فور الأشكال الكبيرة هدول شكلوا ولادي معي، الأشكال صاروا يلعبوا معي، شكلوا أشكال كبيرة. أنا بحبه هيك البيتي فور صغير، حتى المعمول يعني كل شي بحبه بيبي هيك صغير. ما بحب يعني أنا أكبر بالعجينة، يعني لسه بدنا كمان نحشيها بالشوكولاتة ونطبقها، بدها تكبر. فهو هيك يعني بنحطها لقمة وحدة بالتم. يعني البيتي فور كله لذاذة وحياة الله. هاي اللي على كاكاو، شوفوا ما أحلى لونهم، شويتهم يعني مقرمشين وهشين بياخدوا العقل. والله بشتهيكن، وعملت لكم البيتي فور، وإن شاء الله بدنا نعمل المعمول مع بعض. وإن شاء الله العيد الكبير جاي، وبدنا نعمل حلويات مع بعض، وبدنا نضل مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله يا رب بإذن الله. هي طبعا أنا بدي زينه بالشوكولاتة الدارك، حطيت سيحة شوكولاتة. يعني بدك بتحطي لها معلقة زيت مشان يعني تصير أسهل معنا بالتزيين. وهلا أنا هون بدي طبقه للبيتي فور، شايفين لونه بياخد العقل ذهبي بجنن. والله يا ليلة العيد أنستينا، عن جد يا ليلة العيد أنستينا، والعيد معكم حلو بجنن بياخد العقل. هاي بتفوراتي عم أرجيكم، يعني إنه ما شاء الله طلعت الكمية حلوة وكتيرة. وهي طبعا هون يعني طالع لونين البتفور، شي بجنن. والأشكال أنا بحبه هيك أشكال صغيرة، بس يعني الواحد بيكون هيك مستعجل فبيطلع معه أشكال وكله حلو عن جد. يعني بصير الواحد شو بيستمتع وبقول هذا الشكل حلو، لا هذا أحلى. وهي طبعا فرفضت قدامكم، شوفوا قديش العجينة هشة بتاخد العقل، شايفين يعني ولا أروع من هيك عجينة هشة تاخد العقل. بكتب لكم المقادير إن شاء الله بصندوق الوصف. إن شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بفيديوهاتي، وأنا مبسوطة كتير بلتقى معكم. ويعني أحلى شي وأسعد شي عندي لما أنا بسجل فيديو أو بصور أو بسجل صوتي على الفيديو، بلتقى فيكم وبستنى تعليقاتكم اللي بتفرحني وبتسعدني دائما. الله يديمنا لبعض يا رب، وهيك دائما إن شاء الله بنعيد مع بعض وبنفرح مع بعض. والله يسعدكم يا رب ويفرح قلبكم يا متابعيني يا حبايب قلبي يا حلوين انتو. هاي الحلو الله يحلي ايامكم يا رب. وهاي البيتي فور طبعا هلا هيك عم زينه بالشوكولاته. انا ما بحب المربى، يعني انه بيطري المعمول لانه ما بحب يطرى، فانا هيك بحبه بالشوكولاته مشان يضل معي يعني يومين ثلاثة لقدام ويضل عم بيقرش. وطبعا كتير عم بيقرش وكتير هش وكتير طيب وبشتهيكن والله العظيم انه بيتي فور. انا كنت اعمل من زمان يعني كتير بيتي فور، بس ما كنت فاتحة قناة وما كنت صور على القناة. هاي اول مرة بصور بيتي فور على القناة، بس المعمول مصورته. وتأخرت عليكم شوي، معلش سامحوني، أنا تأخرت بالبيتي فورات. الله يساعدنا يا رب يعني ايد لحالنا بالبيت. الله هيك يا رب يقوينا ويخلينا هيك فوق راس ولادنا، ونضل نعمل حلو ونضل نعمل حلويات ونضل نلتقى فيكم. واحلى احلى عن جد احلى سهرة واحلى قعدة لما الواحد بحط هيك صحن البيتي فور مع فنجان القهوة، يعني ولا اروع. وسهرة بتجنن، ما في أطيب من شغل البيت ويعني وأجواء حلوة، وبتضل ذكريات بالبيت وبتضل ذكريات حلوة مع الأولاد وما بينسوها أكيد. وأكيد يعني أولادي لعبوا معي وجننوني، بس طلعت النتيجة حلوة وبتفرح وشي بياخد العقل. هذا بيتي فور أنا عملت تاني مرة كمان، هذا بيتي فور كتير حلو كتير ناعم. شوفكم باي.